السلام عليكم. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ ربنا يديكم الصحه يا رب. الله يخليك يا رب. تسلم. المشهد بصراحه شدنا وهو قاعد بيساعدك كده ابنك. ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يخليك. هي مش والدتي بس زي والدتي، بس انا طبعا بحبها جدا وشخصيه زي والدتك يعني؟ هي مش والدتك اساسا؟ لا بجد؟ لا. قعدتكم مع بعض كده كأن واحد بيساعد والدته عادي يعني الله طبيعي. يكرمك. لا عامل معايا ثواب يعني، لا عامل معايا ثواب يعني. لما بعد من الشغل كده اقعد معاها شويه. ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم، ربنا يكرمك يا رب. انت مش هتطلع اجدع مني بقى، انا هعمل معاك ديل محترم. هسألك تمام. سؤالين، ماشي تمام. لو جبت ايه انتوا هتدخلونا النار واحنا لا. صاحيين ولا ايه؟ لو جاوبت معانا هكسبك، والحاجه برضه لو جاوبت معانا هنكسبك. اهم حاجه الحاج سيبك مني انا، اهم حاجه الحاج سيبك مني انا. لا انتوا الاثنين. انت منين؟ انا من الصعيد. هم بص يعني الموقف ده بصراحه موقف شهامه وجدعانه وما يطلعش غير من اهل الصعيد. حبيبي ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. هنبدا بالحاجه، هنسالك سؤال. في شهر في تراويح وكلنا بنصومه وبيجي مره في السنه. شهر رمضان، شهر الهنا، ما شاء الله عليك. خيرات، شهر الإحسان. ربنا يبارك فيك ويرزقك يا رب. ما شاء الله عليك. انت كسبت معانا اول 100 جنيه. شهر الخير وشهر الإحسان. انت تستاهلي كل خير. ربنا يخليك، ربنا يخليك. طيب انا هسالك انت سؤال بقى، سؤالك هيكون صعب شويه، تمام؟ انت قلت لي اسمك ايه؟ محمود. طيب يا استاذ محمود، طبعا عارف اركان الاسلام. الحمد لله. ايه بقى اركان الايمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما شاء الله عليك، احسنت جدا. ربنا يبارك فيك. ربنا يعزك يا رب. ما شاء الله انت باين عليك راجل مثقف ومتعلم تسلم. والموقف اللي انت بتعمله ده موقف انساني منك بجد. ربنا يعزك يا رب. انت كسبت معانا 100 جنيه، بس لسه في سؤالين، سؤال ليك وسؤال للحاج. ماشي تمام. تمام. السؤال للحاجه، تسمع اغاني؟ أسمع أغاني إيه؟ يعني ما تسمعش اغاني خالص؟ لا والله. ولا اي اغنيه ولا سطلانه ولا اي حاجه؟ ولا سطلانة. بنام المغرب، بقوم الصبح أجيب شوال الذرة وأقعد في شارع شبرا وببيع ذرة أهو الناس شايفاني. ربنا يرزقك يا رب. يا رب. وانت عشان ما بتسمعيش اغاني انت كسبت معانا 100 جنيه تاني. ربنا يسترها معاكم ويصلح كل اللي في ايديكم. ربنا يبارك فيك يا رب. يصلح كل اللي في ايديكم ويقدركم على فعل الخير. انت كده يا حاجه جاوبت على سؤالين معانا صح؟ انت كده كسبت معانا 200 جنيه. ربنا يديكم ويرضيكم. ربنا يبارك فيك يا رب. يقدركم على فعل الخير وعلى كل اللي بتعملوه. ربنا يبارك فيك. هنسال السؤال الثاني للاستاذ محمود. تمام. تمام. السؤال الثاني للاستاذ محمود، عارف قرآن؟ عارف حاجه في القرآن يعني؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. ما شاء الله عليك. طيب ايه اخر آية نزلت في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا رب. والله انت كده كسبت معانا على السؤالين كل سؤال 100 جنيه. تسلم، ربنا يكرمك يا رب. دي حاجة بسيطة خالص ليكم، ما توافقوش طبعا. ربنا يحفظكم يا رب. يا حسه حلو وجميل. حس حلو صوته ما شاء حلو. الله عليه، صوته حلو جميل ما شاء الله عليه. في ايه، في القرآن ولا؟ صوته في القرآن جميل ما شاء الله عليه. ما شاء الله. طيب يا عم ما تسمعنا في كده، القرآن. احنا اصلا محتوانا مسلم في الشارع، بنقدم قرآن وابتهالات واناشيد عليه وكده. في القرآن. طيب احنا عاوزين نسمعك بقى. تمام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله عليك، الله اكبر عليك. الله عليك ما شاء الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما شاء الله عليه صوته جميل. ما انت ليك حق بقى يقعد جنبك على طول، وانت طبعا متسلطنه وانت بتعملي الذره. ما عشان بتحصل لنا بركه واحنا بنعمل الذره بنستبارك وبنبيع. ايوه طبعا القرآن بركه. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. في احسن من قرآن ربنا؟ ربنا يبارك فيك. بس انت اكيد بتسمع اذاعه القرآن، صوتك مش طبيعي. طبعا إذاعة القرآن الكريم دي يعني أهم نعمة سبحانه وتعالى ربنا اختص بها أهل مصر، إن هم طبعا ربنا خصصنا إذاعة القرآن الكريم بنسمع أصوات أسيادنا القراء القدامى، وما أدراك يعني ما المدرسة القديمة في قراءة القرآن أيوة الكريم. طبعا. القرآن نزل في السعودية وقرئ في مصر. طيب انت بتقلد حد من القراء دول؟
الحمد لله. مين؟ يعني على الساحه الايام دي بحب الدكتور احمد نعنع جدا. طيب بص، انا مش ما تقوليش مين، انا عاوزك انت تروح بخيالك، سمعنا كده. اسمعك. الدكتور احمد نعنع بحبه جدا. عندك انت بقى امي. ما شاء الله عليك. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله اكبر عليك، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك يا رب. طيب بتقلد مين تاني؟ بص احنا مش هنمشي من هنا، احنا مش سايبينك النهارده، احنا جايين عشان الموقف اللي انت بتعمله، وما شاء الله طلعت قارئ كمان. الحمد لله. فعلا يلا كده حته محمود الشحات يعني بحبه جدا. الشيخ محمود الشحات ده مكسر الدنيا على السوشيال ميديا. جميل جدا. طيب يلا سمعنا كده. مش الشيخ محمود الكبراوي؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يا راجل بالكربون، ما شاء الله بالكربون، ايه ده؟ نسخة ما شاء الله عليك. الحمد لله. ربنا يحفظك والله. طيب هتسمعنا حد تاني ولا بتقول ابتهالات ولا حاجة؟ في قرآن تاني وفي ابتهالات. انا ابتهالات الانشاد برضه انا بحب الانشاد ومقرب ده ايه الجمال ده يا حاجة؟ ده ما شاء الله عليه، صوته جميل. جميل جدا ما شاء الله. انت طبعا ما شاء الله عليه. بتكوني طبعا قاعدة كل يوم كده القعدة دي وهو يجي جنبك يساعدك. قاعدة طول لحد ما الدورة تخلص، بعد ما الدورة تخلص تيجي تلاقيني قاعدة بخس بكابوتشا هنا برضه، ما بتنقلش من مكان. ربنا يرزقك يا رب، ربنا يرزقك. يعني انت اصلا يعني بتبيع كذا حاجة مش دورة بس. ايوه انا بياعة وقاعدة في الحتة دي على طول. ربنا يحفظك يا رب ويرزقك، وان شاء الله كل يوم هنعدي عليك وهنسلم عليك ونحاول نكسبك معانا. انت بركه. ربنا يبارك لك يا ابني. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. بص يا عم امسك ده كده سمعني، يصلح اللي في ايديك. انا هقعد جنبك اهو. يصلح اللي في ايديك يا رب. الله يكرمك يا رب. انا هتصل. يلا. سيدنا النبي أصل الجمال هو الجمال كله. ما شاء الله الله. سيدنا النبي أصل الجمال هو الجمال كله. الله اكبر. حتى القمر لما ظهر، حتى القمر لما ظهر كالنور بيضل. جبريل دليل النبي، جبريل دليل النبي في الإسراء والمعراج، وفي ساحة الذات، في ساحة الذات، في ساحة الذات رأى الهادي اللي بيدله. ما شاء الله عليك. يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين. يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين. ليلة حلوة ومحليها، ربي القدرة مبارك فيها. ليلة حلوة ومحليها، ربي القدرة مبارك فيها. المولى دعانا وجيناكم نمدح طه، الله أكبر عليك ما شاء الله. فوجدناكم أحباب الحلاوة دي. الزين، يا صلاة الزين
نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين. الله أكبر عليكم انتوا بجد، أنا مبسوط جدا باللقاء الجميل ده معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجد من احسن اللقاءات اللي عملتها في الشارع، وانت ما شاء الله ضحكتك اللي زي القمر دي. ربنا يخليك. والله العظيم انتوا اللي زي العسل ومنورين الشارع بحاله، وربنا يصلح اللي في ايديكم. ربنا يخليك يا رب.